وانت بقى واحد من الناس الباحثين في مجال الطب او الحاجات العلمية، ففي ليتوانيا واحدة من اهم التأشيرات وهي تأشيرة البحث العلمي. تأشيرة البحث العلمي دي يا جماعة بتحصلوا عليها، بتكون مدة سنة تدخلوا وتقعدوا فيها في ليتوانيا، وبعد السنة دي بتقدروا تقدموا على إقامة لمدة سنتين زيادة داخل ليتوانيا. تأشيرة البحث العلمي ديت بقى ايه الأوراق بتاعتها؟ برضه جواز سفر يكون ساري في اكتر من مدة التأشيرة بتاعتك، ولازم برضه بتملأ طلب استمارة التأشيرة، ولازم يكون عندك عقد او اتفاقية مع مؤسسة موجودة في ليتوانيا، مؤسسة علمية يعني. لازم يكون معاك عقد او اتفاقية من مؤسسة علمية موجودة داخل ليتوانيا، بتعمل لك دعوة ان انت جاي تدخل عندهم او تدرس عندهم او تدخل تقعد في مجال البحث العلمي بتاعك داخل ليتوانيا. ولازم طبعا اثبات القدره الماليه خلال فتره اللي انت قاعدها في ليتوانيا، وطبعا اثبات محل السكن اللي انت هتقعد فيه في ليتوانيا، وطبعا تامين صحي بيغطي الوقت دوت. سعر التاشيره ديت يا جماعه بتبقى من حوالي من 120 يورو ل 200 يورو، طبعا على حسب المده اللي انت هتقعدها فيها في ليتوانيا.